في فيديو النهاردة هتعملي كفتة الحاتي في الكيس، وده عن ان هي تفك معاك او تكش معاك او تجلد او تفرول، هتطلع معاكي لمعة وبالنتيجة الرهيبة اللي انت شايفاها قدامك دي. موضوع الكيس ده حاجة وهمية ونتيجة اكتر من وهمية. مش هقولك هتعملي كفتة زي الحاتي، بل الحاتي نفسه مش هيطلع النتيجة اللي انت مطلعها دي. كفتة باللمعة بلون فاتح، مش غامقة معايا او مسودية، باللمعة الرهيبة دي بالنتيجة دي. شايفين اللون يا جماعة؟ ومتماسكة، واستحالة تكش معاكم او تفك معاكم من على السيخ باذن الله مهما كانت فرمة اللحمة. لان الناس بتشتكي ساعات بعض فرمات اللحمة ما بتكونش ولا بد، فبتفك معاهم مهما كانت خبرتهم في الكفتة. كمان في الفيديو ده هنعمل سلطة الطحينة بتاعة الحات اللي بتكون مميزة، هي طريقتها عجيبة شوية. كمان هعملها معاكم بشرح تفصيلي في فيديو منفصل، تمام، عشان اذكر فيها الانواع وكل حاجة. لو انتوا جداد منسوش اللايك والتعليق للفيديو وتشاركوه بين زملائكم عشان الكل يستفاد، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. معايا اول حاجه يا جماعه كيلو لحمه مفرومه من وش الفخده او من الصدر اللي هو البريسكت. كيلو اللحمه المفرومه واخد 100 جرام ليا. طبعا جايب اللحمه بتاعتي من بيف ماركت، عندنا في دمياط في فرع منه في دمياط القديمه في شارع وزير، ودمياط الجديده في المركزيه امام قصر الثقافه. اللحمه المفرومه بتاعتي حطيتها في التلاجة تسقع. ممكن لحمة برازيلي عادي مفيش أي مشكلة وهتاخد نفس الدهون. طيب يا محمد الطبقين مبقوش كيلو، تمام، هي هتعتبرهم كأنهم كيلو. بعد كده يا جماعة معايا 150 جرام بصلة متوسطة بشرتها، خدت البشر بتاعها على مصفى، الطفل وزنه 150 جرام للناس اللي بتكون دقيقة، والمية ده هنلمع بها في الآخر. بعد كده اللحمة المفرومة بتاعتي او اللحمه الخاصه اللي احنا نعمل بها الكفته، هنزل عليها بتفل البصل اللي احنا صفانا منه الميه كويس جدا، وهبدا اعجنه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي قدامكم ده. لازم نعجنها بالبصل الاول قبل اضافه اي شيء، وبعد كده نبهرها يا جماعه. هنزل بمعلقه صغيره من التوم البودره، معلقه صغيره من البابريكا عشان اللون معايا، 2 معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره من بهارات الكفته، 2 معلقه صغيره من الملح، وهبدا اعجن. طبعا الملح ضفته بعتذر في الاخر يا جماعه، ده رشه البقدونس، انا عجنت المكونات الاول بدون ملح، الملح كان في الاخر يعني ال2 معلقه صغيره، مش هتفرق يعني. وببدا اعجنهم كده يا جماعه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. والكفته ما بتحبش المبالغه في البهارات عشان ما تسودش او تغمق معايا. بغطيها وبسيبها في التلاجة كحد ادنى ساعه. بعد كده هنبدا نجهز سلطه الطحينه. معايا فصان توم بحطهم كده في الاول، بعد كده معايا توم نكاله طحينه سايبه، تمام، بيضه. بعد كده بكون مجهز في الكاتل ميه غليها، هبدأ انزل بيها تدريجيا وبنزل بسيط في الاول. انا عايز كل الطحينة دي تلم معايا كتلة واحدة، تمام، زي ما هنشوف كده بالتدريج وحاجة بسيطة في الاول لحد بس ما اخد الزيت اللي في الطحينة ده. فهكذا بستمر في التقليب بالمضرب اليدوي بتاعي السلك. بدأت تلم معايا كده، ما هزودش ميه لما اخد الزيت بتاعها، تبدأ تنزل الزيت بتاعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدأ كده اخده في وعاء نضيف عشان هنحطه على وش الطحينة. هعمل لكم فيديو لها منفصل تفصيلي عشان اذكر لكم الانواع والشرح بالتفصيل يا جماعه. بعد كده هبدأ ازود ميه سخنة بالتدريج لحد ما القوام معايا يكون لا هو تقيل ولا هو خفيف، وتبقى ناعمة كده معايا، ما تبقاش فيها اي حبوب او تكتلات. فهكذا. بعد كده بكون معايا ازاي خل جديدة، يبقى افضل يعني خارم بوزها بسكينة وحاطط بوزها ما بين الصبعين اللي قبل الاخير، وببدأ اضخ كده قيمة هتاخد معايا معلقتين كبار، وبقلب في اتجاه واحد وبالراحة. هتبدأ الترميلة بتاعتي تبان. هنبدأ بقى نبهر ونشتغل بقى ونظبط الدنيا. اول حاجه هنزل بمعلقه صغيره من البابريكا، رشه شطه، ومعلقه صغيره من الثوم البودره، عصير نص ليمونه، ومادام في ليمون لازم كمون، معلقه صغيره من الكمون، رشه فلفل اسود، معلقه صغيره من الملح، وبقلب كده بسيط جدا. والخطوات اللي انا بعملها معاكم بتفرق جدا في النتيجه يا جماعه، هتتاكل حاف اقسم بالله. طبعا انا نقلتها في وقت انا عشان بس تشوفوا قوامها عامل ازاي، مش لازم يعني. وهنبدا نحط زيت الطحينه اللي طالع معانا على الوش مع رش، وده هيخلي طعم الطحينه مع رشة كده الشطة أو البابريكا اللي فوق، والإيه، وحتة البقدونس كده، وأغطي عليها ببلاستيك راب واسيبها في التلاجة. بعد كده بقى يا جماعة أطلع الكفتة بتاعتي من التلاجة، وبكون مولع فحماية في التلاجة على البوتاجاز، ومعايا طبق ألمونيوم مبطنه كده بورق قصدير من تحت، وحطيت الفحماية واديلها نقطة زيت، واحطها كده على الكفتة واغطيها بنفس البلاستيك بتاع الكفتة، تبخر معايا كده، تدخل معايا الكفتة وتبقى النتيجة وهمية.
بعد كده يا جماعه بكون مجهز كيس تلاجة نضيف فاتحه، تمام، كيس اللبن اللي احنا بنعبي فيه، تمام، فاتحه خالص. وابدا كده اخد قطع اللحمه بتاعتي ومجهز الخلل بتاعتي اللي هي المتوسطه اللي هي بتاعت شيش طاووق. باخد كده قطع اللحمه، بشكلها كده زي ما احنا شايفين على ايدي، شكل صبع كده بسيط، ومعايا معلقتين كبار زيت، هبل ايدي في زيت، وابدا اخد الخلل المتوسطه دي، وابدا كده احط الكفته بتاعتي، بمددها حاجه بسيطه بس. على فكره الفرمه بتاعتي كانت خشنه جدا، انا بوريلكم مدى نجاح الوصف. بتني طرف الكيس وبسحب الكفته بايدي، هتطلع معاكي كأنها معمولة بمكنة وطوبة على السيخ، استحالة تفك معاكي مهما كانت الفرمة بتاعتك بإذن الله. شايفين يا جماعة؟ وبحطها كده على الطبق، جزء حطيته في الطبق وغلفته بلاستيك راب عشان اخزنه، وجزء سويته معاكم. باخد كده قطعة لحمة بتاعة الكفتة، وببدأ كده بالإيد الزيت وامدد واتني طرف الكيس واسحب، بتسحب معايا في ثواني. الجزء بقى الباقي اللي احنا هنسواه مع بعض في شبك كده، حاططها على صاج ومبطنه عشان السوائل اللي تنزل هي منزلش منها سوائل كتير، تمام. دايركت على فرن سابق التسخين مسبقا، درجة حرارة 200 مئوية، رف أول، وفتح الشواية، بتاخد معايا ربع ساعة. طبعا قبل ما كنت ادخلها الفرن لمعتها بتفل بمية البصل، وابدا افك الخلل منها كده برغيف العيش البلدي اللي معايا ده. وعايز اقول لكم حاجه يا جماعه، ابقوا بطنوا الصاج بتاعكم او الصينيه اللي انتوا هتحطوا عليها الكفته على الشبكه، عشان لو نزل منها اي سوائل ما تضايقكوش اثناء التنظيف. فانا حطيت المفرش الخبز. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك للفيديو والتعليق.